تخيل تشتري كاسيت قديم من سوق الجمعة وتشغله لأول مرة، بدل ما تسمع أغاني تسمع صرخات واستغاثات وكأن أرواح محبوسة فيه. أحمد شاب عنده 30 سنة بيحب يجمع الحاجات القديمة. في يوم لقى كاسيت قديم في سوق الجمعة، شكله عادي بس حس إن في حاجة غريبة فيه. في البيت أحمد حط الكاسيت على الترابيزة وشغله. بدل الأغاني سمع همسات، وبعدها سمع صرخة ست بصوت واطي. قلبه بدأ يدق بسرعة. شغل الكاسيت مرة تانية، المرة دي الصوت بينادي باسمه: أحمد الحقني أوام. حس إن في حد قريب منه لكن المكان فاضي. التسجيل بدأ يتحرك على الترابيزة لوحده كأنه عايز يعرض حياته. الأصوات زادت، صرخات وضحك هستيري. قلبه كان هيقف. سمع صوت واضح: أرجوك يا أحمد ما تسيبنيش، الحقني. كأن حد محبوس جواه ومش قادر يتحرك من الرعب. الصوت بقى مجموعة من الأصوات، صرخات، همسات، ضحك، كأن عشرات الأرواح محبوسة جوه الجهاز. حاول يكسر الكاسيت لكن ما قدرش يقرب منه. الجهاز كان كأنه حي وكأنه بيقاوم. فجأة الكاسيت نطق بصوت مخيف: دلوقتي دورك يا أحمد. وما سمعش أي صوت بعدها. لو انت عندك الجرأة تقدر تسمع الأصوات دي بنفسك، بس خلي بالك كل مرة الكاسيت بيشتغل الأرواح ممكن تكون جاية ليك، ومين يعرف يمكن الكاسيت ده لسه موجود في السوق ومستني المشتري الجديد. مستعد تشتريه؟